السلام عليكم. معكم عبد المالك في قناة تعليم السياقة. اليوم عندنا لي كيسيون، وسمحوا لي على الناس اللي كانوا دائما يبروبوزوا لي هذا الدرس انه ندير لهم لي كيسيون، بصح الله غالب سمحوا لي بزاف لاني ما لقيتش الوقت، الله غالب فوق الجهد. ويسمحوا لي تاني بزاف 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 الناس الشرق الجزائري، لانهم يقولوا لي ما اناش نفهموا هضرتك. الهضره نتاعي ما همش يفهموها انا الشرق. ان شاء الله انا الله غالب هذه هي هضرتنا حنا في الشارع دايره كيما هكا، ان شاء الله تكونوا راكم فاهمين. انا خي جبت لكم كاع لي كيسيون هادو كاع لي تاع لوطو ايكول في الجزائر، ولكن الناس غير يقولوا لي حدد لي، انا ما نقدرش نحدد على مستوى بالك بالشهر. دائما يسقسوا السؤال الشهير: واش راك جاي دير، ولا كيفاش تدوبلي، ولا واش دير في لوطوروت، ولا واش هي النسبه تاع الخمر. هادو زعما انا بصح دركا خيرت لكم كاع الاسئله. نبداو على بركه الله. السؤال الاول يقول لك: ما هو الصنف الذي تمتحن فيه؟ ما هو الصنف الذي تمتحن فيه؟ الصنف انت تجاوبه. الصنف هو الذي امتحن فيه هو الصنف ب، وهو جميع السيارات التي وزنها أقل من 3.5 طن، وعدد مقاعدها أقل من 9، وعمر المترشح 18 سنة وما فوق. أنك تعاود تجاوبه. الصنف الذي أمتحن فيه هو الصنف ب، وهو جميع السيارات التي وزنها أقل من 3.5 طن، وعدد مقاعدها أقل من 9، وعمر المترشح يكون 18 سنة والفوق. ننتقل السؤال الثاني: ما هي الخطوات التي يجب القيام بها عند التجاوز؟ عدم وجود إشارة للمنع، معناتها منع التجاوز. كي تكون عندك إشارات ما كانش اللي تقول لي ممنوع التجاوز، تجاوز نورمال دوبلي يا أخويا، اللي هما الإشارة ولا الخط المتصل ولا المنعرج. التأكد من سرعة السيارة حتى تستطيع التجاوز بسهولة. تنبيه السائق الأمامي في النهار بالمنبه الصوتي، وفي الليل بالضوء. هذه معناتها اللي يكون قدامك تنبهه في النهار دير له كلاكسون راني باغي ندوبلي، ولا في الليل دير له السينيال لأن الكلاكسون ممنوع في الليل. اشعل الغماز على اليسار وتزيد في السرعة تاعك. احترام المسافة بين السيارة والأخرى ب50 سنتيمتر، أما بين السيارة والدراجة ب100 سنتيمتر. نزيد في السرعة ونتأكد في الأمام والخلف، ونغير الغماز على اليمين ونطفئ الغماز. سؤال 3 إن شاء الله كنت ما عجلتش في هذا، كنكرههم أنا هاد الأسئلة. سؤال 3: متى يمنع المنبه الصوتي؟ عند المستشفى، عند الإشارة، عند جبل تسقط منه الحجارة، عند منطقة سياحية، عند الليل بصفة عامة. السؤال الرابع: ما هي المناورة الممنوعة في الطريق السريع؟ الطريق السريع واش يوصل اللي ما ديروش؟ ممنوع الوقوف والتوقف، ممنوع النصف دورة، ممنوع الرجوع إلى الخلف، ممنوع المرور قرب الممر الاستعجالي. كيف يتم نقل الأطفال في السيارة الصنف ب؟ معناتها البزوز كيفاش تركبهم. هنا يتم نقل الأطفال في السيارة من 10 سنوات فأكثر في الأمام، اللي عنده 10 سنين الفوق يركب في الأمام، وأقل من 10 سنوات في الخلف. في حالة عدم وجود كراسي في الخلف، عندك باشي ولا هيليكس، ينتقلون إلى الكراسي الأمامية، ومراقبة كل حركة مع استعمال حزام الأمن. متى تستطيع التجاوز على اليمين؟ هنا وين تتجاوزوا على اليمين؟ في الطريق السريع عندما توجد سيارة على اليسار بسرعة بطيئة. طريق الذهاب دون العودة، يعني الطريق باتجاه واحد، والسيارة في الأمام تريد دوران على اليسار. عند قطار كهربائي يمشي في المدينة. كيف يتم الدوران على اليمين؟ هنا كيفاش باغي ندور، كيفاش باغي تدور على اليمين. هنا احترام الإشارة، تحترم الإشارة. تخفيض السرعة. إشعال الغماز على اليمين، والتزام أقصى اليمين ثم ندور. هنا بالنسبة للأسئلة هما راهو كاين بزاف، كاين واحد 58 سؤال، ولكن بصح ما يخلعكمش هذا 58 سؤال. نفس
الاسئله اللي يكون فاهم الكود، دوك الدروس اللي راني دايرهم تاع الكود، لو كان تفهمهم تجاوب على 50% من الاسئله هنا، لانهم ساهلين هاد الاسئله، ماشي فيهم شويه حفاظه. 25% حفاظه هاد، و25 من و50 من الكود، وتلصق لك 25 الاخرى صوالح باينين تنجم تقول انها تافهه كاع. إيه، كيما كاين سؤال يقول لك راك تصوت كتشوف الشرطي واش دير، كتشوف الشرطي حاجه باينه انك تحترم وضعيه الشرطي. انت باغي تسب الشرطي، سب الشرطي هنا في الجزائر. ان شاء الله دوك نكمل لكم الاسئله هادو في الدرس الجاي ان شاء الله، لان حاجه سهله هذه. انتظرونا في الدرس الجاي خوتي.